بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. النهاردة هنتكلم عن تسميد الفراولة في مرحلة التزهير. طبعا الفراولة بتحتاج إلى NPK زائد عناصر TE عناصر صغرى، N نيتروجين، B فوسفور، بوتاس، زائد T عناصر صغرى. N هتاخد 10، B 4، البوتاسيوم 8. التركيبة دي هنعملها على 1000 لتر تانك، 1000 لتر ماء. بنحط عليه 200 كيلو نترات السويس، زائد 60 لتر حمض فوسفوريك، زائد 200 كيلو بوتاس. ونبدأ نخلطهم مع بعض ونضيف 3 كيلو زنك، 2 كيلو حديد، 2 كيلو منجنيز، ونقلبهم مع بعض. ونبدأ نضيف كل رية 30 كيلو أو 30 لتر من هذه الخلطة كل رية. طيب بعد كده هنبدأ كل أسبوع هنبدأ نرش رشة نترات كالسيوم بالتبادل مع رشة حديد زنك منجنيز عناصر، رشة نحاس برون ملبيديوم، رشة فطري مرة، مع بعد كده رشة مغذيات، وبعد كده رشة يبقى رشة الفطر، وبعد كده رشة المغذيات، وبعد كده رشة الحشر. ونركز على رش اللي طبعا الرش الأكاروسات أو العناكب. وفي بعض المفترسات بنضيفها لنبات الفراولة، دي بتوفر علينا تسميد الكيماوي الكتير، بتوفر علينا التسميد الكتير والكيماوي الكتير. ونركز برضو على المبيدات الفطرية في الجذور زي أعفان الجذور. نشتغل على طول بكبريتات النحاس أو كسوكلور النحاس أو هيدروكسيد النحاس، لأن عنصر النحاس مهم للإنبات ومهم للنمو الخضري والتزهير والتجزير والحبوب. ونضيف مع نترات الكالسيوم دائما برون عشان يمنع التشوهات وما خلاف إلى ذلك. طبعا اللهم اجعلنا من عمار الأرض، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.